هنبدأ الحصة بتاعتنا بالصلاة زي ما احنا متعودين، نرشم الصليب وفي مكاننا نقف ونصلي المحفوظات بتاعتنا. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فصل شريف من إنجيل ماري متى البشير، بركاته على جميعنا آمين. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رق يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. كن مراديا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. والمجد لله دائما أبديا آمين. المحفوظات دي ريت نحاول نحفظها. لو صليناها الصبح وبالليل قبل ما ننام هنلاقي نفسنا مع كتر التكرار حفظناه. ناخد التدريبات بقى على الوحدة الأولى، تدريبات الكتاب مع بعض، مراجعة سريعة كده على الوحدة الأولى. يا ريت يبقى معانا قلم وورقة عشان نكتب الحل على طول. هنفتح الكتاب صفحة 3 ونحل التدريبات اللي فيها. يحتفل المسيحيون بنقط كل عام في يوم الأحد السابق لعيد القيامة، طبعا أحد الشعانين. ب. عند دخول المسيح أورشليم فرش الجمع ثيابهم وحملوا في أيديهم أغصان الشجر وزعف النخل، مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أعلن السيد المسيح أن يهوذا الإسخريوطي هو الذي سيسلمه إلى رؤساء الكهنة. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. السؤال اللي بعديه، دخل المسيح أورشليم في صمت؟ غلط طبعا. جموع كثيرة رحبت بالسيد المسيح واستقبلته وارتقت المدينة لاستقباله. دي في حالة لو كانت طبعا بيقول مع التصحيح. طرد المسيح الباع والصيارفة من الهيكل؟ صح. غسل التلاميذ أرجل المسيح؟ غلط، المسيح اللي غسل أرجل التلاميذ. ما الدرس الذي تتعلمه من غسل المسيح أرجل تلاميذه؟ طبعا نتعلم من المسيح التواضع، هو أعطانا مثال بذاته في التواضع. تمام. تعالوا نشوف التدريبات اللي بعد كده موجودة في الكتاب صفحة 8. حكم نقط على الرب يسوع وصلبه بيلاطس. قصر الرب يسوع بمحاكمته أماما نفسية وجسدية. تم صلب الرب يسوع في موضع قرب أورشليم يسمى جلجثة. اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. بيلاطس خاف على منصبه فأمر بجلد السيد المسيح. بطرس أنكر معرفته بالسيد المسيح. رؤساء الكهنة طلبوا بصلب السيد المسيح. يهوذا خان سيده معلمه مقابل المال. بما تفسر بكاء بطرس؟ طبعا بطرس بكى لأنه شعر بخطأه الشديد بسبب إنكاره للسيد المسيح، وتاب بكاء مر من أجل توبته. قبلة يهوذا للرب يسوع كانت العلامة بينه وبين رؤساء الكهنة لتسليم السيد المسيح. ج. غسل بيلاطس البنطي يداه بالماء ليعلن أنه بريء من دم السيد المسيح. نمرة 4. إنك اليوم تكون معي في الفردوس. من القائل؟ المسيح. لمين؟ للص اليمين، المناسبة على الصليب بعد توبة اللص اليمين لما قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هنوصل كل شخص والفضيلة اللي بيتحلى بيها. بطرس ندم على خطيته وأنكر سيده. يوسف الرامي
الخدمة المضحية، اللص اليمين، التوبة والاعتراف بالخطية. اذكر الشخصيات الأحداث التالية. ذهبت إلى القبر باكر الأحد مريم المجدلية. تسألن من يدحرج لهن الحجر الكبير عن باب القبر. المريمات أو النسوة أمام القبر. رأت النسوة عند القبر والحجر قد دحرجوا. رأته طبعا هيبقى الملاك. أخبرتهما مريم المجدلية أن القبر خال. تلاميذ. أخبروا رؤساء الكهنة وشهود عيان بقيامة المسيح. طبعا الجنود في حراسة القبر. اختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد الرب وأعطوا الحراس فضة كثيرة. طبعا رؤساء الكهنة. نمرة 2. بما تفسر إعطاء حراس قبر الرب يسوع فضة كثيرة. أعطاهم رؤساء الكهنة فضة كثيرة حتى يختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد الرب ودمه، أو سرقة جسد الرب، وأن التلاميذ جاءوا ليلا وسرقوا الجسد لأنهم خافوا على مناصبهم. تمام، نقولها تاني كده عشان ما حدش يتلخبط. إعطاء حراس قبر الرب يسوع فضة كثيرة لأن رؤساء الكهنة طلبوا من الحراس أن يختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد السيد المسيح، وأن تلاميذه سرقوه ليلا لأنهم خافوا على مناصبهم. تمام. نمرة ب. وضع حراس على القبر الرب يسوع وختم الحجر. برضو نفس السبب، أن رؤساء الكهنة خافوا من قيامة السيد المسيح كما قال أنه سيقوم في اليوم الثالث، وأن سيأتي تلاميذه يسرقوه ليلا. دحرجة الملاك للحجر يعلن للجميع قيامة السيد المسيح. التدريبات اللي بعد كده موجودة صفحة 16. تلميذي عمواس. عرف الرب يسوع بعد أن بارك وكسر الخبز وناولهم تلاميذ الرب يسوع في غياب توما. أراهم يديه وجنبه ففرحوا إذ رأوا الرب. توما لم يصدق بقية التلاميذ عندما أخبروه بظهور الرب. مريم المجدلية أول شخص ظهر له الرب يسوع بعد القيامة. صعد الرب يسوع عند جبل الزيتون وتلاميذ ينظرون إليه. السؤال اللي بعد كده بما تفسر. قول المسيح لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي حتى يؤمن توما، لأنه لم يصدق بقية التلاميذ عندما أخبروه بظهور السيد المسيح. تعتبر مريم المجدلية أول من كرز وبشر بالقيامة، لأن السيد المسيح ظهر لها في البستان عندما كانت تبكي وهي ظنته البستاني، وقال لها أن تذهب لتبشر بقية التلاميذ. وهي جاءت مع المريمات في باكر الأحد لتطيب جسد السيد المسيح. ظهورات السيد المسيح بعد القيامة لتؤكد على قيامة السيد المسيح، وحتى يقوم السيد المسيح طوال 40 يوم بتسليم التلاميذ نظم الكنيسة. تمام؟ طيب بعد كده نختار الإجابة بين الأقواس. ظهر الرب يسوع لتلاميذه خلال 40 يوم. تعتبر هي أول من ظهر لها الرب يسوع مريم المجدلية. لم يصدق بقية التلاميذ توما. بعد صعود المسيح ظهر للتلاميذ ملكان بشرهم بإيه؟ بشرهم طبعا بمجيء الرب الثاني في نهاية الأيام. تعالوا نحل بقى تطبيقات عامة على الوحدة الأولى. دي موجودة في الكتاب صفحة 17 و 18. كل العبارات ديت قالها المسيح ما عدا قد أكمل، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، اسهروا وصلوا لا تدخلوا في تجربة، إنك تكون معي اليوم في فردوس. كل دول قالهم السيد المسيح على الصليب ما عدا إيه؟ ما عدا دي طبعا، دي قالها وهو في بستان جاسماني، اسهروا وصلوا لا تدخلوا في تجربة.
بما تفسر تقبيل يهوذا للرب يسوع في بستان جثيماني، لأن يهوذا أعطى رؤساء الكهنة علامة إن اللي هيقبله هو امسكوه. النوال اللص الذي كان مصلوبا عن يمين الرب يسوع في الفردوس. طبعا اللص اليمين نال الفردوس لأنه تاب وقال للسيد المسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تمام. فالمسيح كافئه بالفردوس. قام الرب يسوع بغسل أرجل التلاميذ قبل تناول العشاء الرباني معهم ليعلمهم ويعطيهم مثال حي على التواضع وإنكار الذات. تمام. طيب نمرة 3 آية كتابية وهنشوف المناسبة اللي اتقالت فيها. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. قالها فين؟ قالها طبعا للتلاميذ في بستان جثيماني. أبقبلة تسلم ابن الإنسان. قالها لمين بقى؟ ليهوذا في بستان جثيماني ساعة ما سلم. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ دي قالها لإيه؟ للتلاميذ بعد أن المسيح غسل أرجلهم. مكتوب بيت الصلاة يدعى. طبعا دي اتقالت للصيارفة والباعة في ساحة الهيكل. خذوا كلوا هذا هو جسدي. دي اتقالت للتلاميذ وهم في العشاء الرباني. تمام. يبقى كده الإجابة نمرة 2 6 1 5 3. تعالوا نقلب على سؤال تاني. أخبر الرب يسوع تلاميذه قبل صلبه بقيامته من الموت في يوم الثالث. صح. طلبت مريم المجدلية من بطرس الرسول أن يدحرج لها الحجر. لا، هم أصلا كانوا في العلية، محدش جه إلا المريمات بس. أول ظهور الرب يسوع بعد القيامة كان لمريم المجدلية. صح. بمجرد أن ظهر الرب يسوع لتلميذي العمواس عرفاه. لا، هم طبعا لو في تصحيح هنقول طبعا لا، عرفاه ساعة كسر الخبز. صدق توما خبر قيامة الرب يسوع من الموت قبل أن يشاهده. غلط، لم يصدق. ظهر الرب يسوع مرة واحدة لتلاميذه منذ قيامته حتى صعوده. غلط، ظهر لمدة 40 يوم. نمرة 7 وعد الرب يسوع تلاميذه قبل صعوده بإرسال الروح القدس ليحل عليهم. أيوة، قال لهم هتستنوا موعد أبي لحد بعد الصعود، يعني هينزل عليهم الروح القدس. صعد الرب يسوع للسماء فجأة دون أن يرى تلاميذه. لا طبعا، هو أخدهم معاه وصعد قدامهم عند جبل الزيتون. عند انطلاق السيد المسيح للسماء بشر ملكين تلاميذه بمجيئه التاني على الأرض. قال لهم إن يسوع هذا الذي رأيتموه سيأتي هكذا منطلقا إلى السماء. نكمل التدريبات. دي بقى تدريبات عامة. تمام، مش موجودة في الكتاب. بندرب فيها على الوحدة الأولى بأسئلة تانية مختلفة. تلميذي عمواس. طبعا عرف الرب يسوع بعد أن بارك وكسر الخبز وناوله. نمرة 2 تلاميذ الرب يسوع في غياب توما أراهم يديه وجنبه ففرحوا إذ رأوه الرب. توما لم يصدق التلاميذ عندما أخبروه بظهور الرب. مريم المجدلية هي أول شخص. صعد السيد المسيح عند جبل الزيتون. تمام. 5 4 1 2 3. ده ترتيب الإجابة. طيب السؤال الثاني بما تفسر قول السيد المسيح لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، حتى يؤكد لتوما قيامته ويكون مؤمنا بقيامة السيد المسيح لأنه كان يشك في القيامة ولم يصدق التلاميذ. تعتبر مريم المجدلية أول من كرز وبشر بالقيامة لأنها أول شخص ظهر لها السيد المسيح بعد القيامة. ظهورات المسيح بعد القيامة
لتؤكد على قيامة السيد المسيح، وحتى يجلس مع تلاميذه ويعطيهم نظم الكنيسة. السؤال الثالث: ظهر الرب يسوع لتلاميذه خلال 40 يوما. تعتبر أول من ظهر لها الرب يسوع مريم المجدلية. لم يصدق بقية التلاميذ طبعا توما. بعد صعود المسيح ظهر الملكين يبشروا بمجيء الرب يسوع ثانية إلى الأرض، اللي هو المجيء التاني. نكمل. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. تاني يبقى نقول أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. أتت أول الأسبوع باكر جدا مريم المجدلية. رؤساء الكهنة أعطوا الحراس فضة كثيرة ليقولوا أن تلاميذ رب يسوع أتوا ليلا وسرقوا جسده وهم نيام. السؤال الثاني: قال الملاك للنسوة لا تندهشن، أنت تطلبن يسوع النصير المصلوب قد قام. صح. الحراس كانوا شهود عيان لقيامة المسيح. أيوة. دخل يوحنا الحبيب قبل بطرس للقبر بعد القيامة. لا، بطرس اللي دخل الأول وبعدين يوحنا هو وصل الأول بس وقف بره، وبعدين بطرس هو اللي دخل وبعدين يوحنا وراه. توجد كنيسة القيامة بالقدس. أيوة. أذكر شخصيات الأحداث التالية. ذهبت إلى القبر باكر الأحد مريم المجدلية، تسألن من يدحرج لهن الحجر المريمات. رأت النسوة عند القبر، رأته النسوة عند القبر الملاك. أخبرتهما مريم المجدلية أن القبر خال التلاميذ. أخبروا رؤساء الكهنة وشهود عين بالقيامة الجنود والحراس أمام القبر. اختلقوا أكذوبة عن سرقة الجسد رؤساء الكهنة. السؤال الرابع: اعطاء حراس القبر يسوع فضة كثيرة. رؤساء الكهنة أعطوا حراس القبر فضة كثيرة اللي يختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد السيد المسيح، لأنهم خافوا على مناصبهم ومن إيمان الناس بقيامة السيد المسيح. وضع حراس على قبر الرب يسوع وختم الحجر، نفس السبب برضو، لأن رؤساء الكهنة خافوا من أن يتحقق كلام السيد المسيح وأنه سيقوم في اليوم الثالث كما قال. دحرجة الملاك للحجر ليعلن لجميع الناس وجميع البشر بقيامة السيد المسيح، ليعلن قيامة السيد المسيح. السؤال اللي وراه: طلب رؤساء الكهنة من بيلاطس الولي إطلاق سراح باراباس بدلا من يسوع المسيح. قام كل من يوسف الرامي ونقيدموس بتكفين جسد الرب يسوع. يوسف الرامي ونقيدموس. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حكم بيلاطس على الرب يسوع وصلبه. كسر الرب يسوع بمحاكمته آلاما نفسية وجسدية. تم صلب الرب يسوع في موضع قرب أورشليم يسمى الجلجثة. بعد كده صح وغلط. حاول بيلاطس تبرئة الرب يسوع. صح، حاول في الأول. أعطى رؤساء الكهنة 60 من الفضة. لا، هي 30. قطع يعقوب الرسول أذن عبد رئيس الكهنة. لا، بطرس اللي قطع ودن ملخس. قبل الرب يسوع توبة اللص اليمين. صح. أخبر الرب يسوع تلاميذه أنه يقتل وفي اليوم الثالث يقوم. صح. في اليوم السبت السابق لأحد الأيام يطلق عليه سبت النور. صح. السبت اللي قبل حد القيامة سبت النور، والسبت اللي قبل حد الشعنين سبت العازر. يوم 2 البسخة لعن فيه الرب يسوع التينة. صح. السبت السابق لأحد الشعنين يسمى سبت العازر. صح. التلميذ اللي أنكر بطرس طبعا ذهب مع الرب يسوع لدار رئيس الكهنة يوحنا. ليه؟ لأن بطرس كان واقف بره على الباب مع الخدم، لكن اللي دخل جوه كان يوحنا.
التلميذ اللي خان سيده هو يهوذا الإسخريوطي اللي حمل صليب المخلص أثناء سيره على الصليب، أثناء سيره في الطريق للصلب يعني سمعان القيرواني. إنما يوسف الرامي ده اللي دفن السيد المسيح، وبطرس اللي أنكر. بيلاطس خاف على منصبه فأمر بجلد وصلب المسيح. نمرة 2 بطرس أنكر معرفته بالرب يسوع. رؤساء الكهنة طلبوا بصلب السيد المسيح. يهوذا خان سيده. السؤال الخامس اذكر من هو اختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد الرب يسوع. طبعا رؤساء الكهنة طلبوا من الحراس. قطع أذن عبد رئيس الكهنة هو بطرس. نكمل. دخل السيد المسيح إلى أورشليم في موكب جماهيري كان مسيا المنتظر. عندما دخل الرب يسوع لهيكل الله في أورشليم طرد الباعة والصيارفة. هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يحتفل المسيحيون بأحد الشاعنين في يوم الحد السابق لعيد القيامة. نمرة 5 دخول السيد المسيح أورشليم فرش الجمع ثيابهم وحملوا في أيديهم زعف النخل وأغصان الزيتون وأغصان الشجر. 6 مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. نمرة 7 أعلن السيد المسيح أن يهوذا الإسخريوطي هو الذي يسلمه. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين لأجل مغفرة الخطايا لمغفرة الخطايا. نقولها تاني. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. السؤال الثاني دخل المسيح أورشليم وديعا متواضعا. صح. لما المسيح دخل الهيكل لم يستخدم سلطانه السماوي. غلط. استخدم سلطانه السماوي وطرد الباعة والصيارفة. في يوم الاحتفال بعيد الفصح أعلن الرب يسوع لتلاميذه أن يهوذا الإسخريوطي سوف يسلمه. صح. يمارس المسيحيون العشاء الرباني في أي مكان؟ لا، داخل الكنيسة. غسل التلاميذ أرجل المسيح. غلط. المسيح اللي غسل أرجلهم. دخل المسيح لأورشليم في صمت. غلط. ايه الدرس اللي تتعلمه من غسل المسيح أرجل لتلاميذه؟ أعطاهم مثال في التواضع وإنكار الذات. بما تفسر غسل المسيح أرجل تلاميذه تاني عشان يعطي التلاميذ مثال حي في التواضع وإنكار الذات. يسمى الحد السابق لحد القيامة بحد الشعنين أو أحد الزعف، لأن ده الحد اللي دخل فيه السيد المسيح أورشليم واستقبله الشعب بزعف النخل وفرشوا ثيابهم على الأرض وقالوا هوشعنا أو أوصلنا الآتي باسم الرب. من القائل ولمن قيلت؟ مكتوب بيت الصلاة يدعى. طبعا اللي قالها المسيح للباعة والصيارفة والمناسبة في طرد الباعة والصيارفة من الهيكل. السؤال السادس رتب هذه الأحداث. دخول المسيح أورشليم وغسل أرجل التلاميذ وتناول العشاء والاحتفال بعيد الفصح. هنرتبهم كده واحدة واحدة. أول حاجة المسيح دخل أورشليم، بعد كده احتفل بعيد الفصح، بعد كده غسل أرجل التلاميذ، ورابع حاجة العشاء الرباني. ده كان حل سريع كده لتدريبات الكتاب وتطبيقات عامة على الوحدة الأولى. بالتوفيق، ربنا معاكم. ما ننساش نحفظ المحفوظات بتاعة الوحدة اللي صليناها في أول الدرس. باي باي.